هنا كل شخص يشعر بالوحدة، لأن كل واحد لديه مقابس مختلفة على رأسه، وعليه أن يجد ما يناسبه ليتخلص من الوحدة. الفتى ظل عازبا لمدة 30 عاما. في هذا اليوم ذهب إلى مقهى وجذبه جسد الفتاة الرشيق، لكن للأسف لم تتطابق مواصفاتهما. لإيجاد نصفه الآخر بسرعة شارك الفتى في مختلف الحفلات، وخلال ذلك لاحظ أن هناك فتاة تراقبه، وعندما تقدم نحوها بشجاعة اكتشف أن المواصفات لا تتناسب، فلم يكن لديه خيار سوى أن يدير ظهره ويغادر. لم يعد يتذكر كم مرة عاد بخيبة أمل، لكنه لم يكن يرغب في الاستسلام، وكان يعتقد أنه لا يمكن أن يبقى وحيدا طوال حياته. وهو جالس في الحافلة كان ينظر تلقائيا إلى الفتاة الجالسة بجانبه، وكما هو متوقع لم يجد فتاة تتطابق معه، لكنه كان يعلم أن الحب ليس مجرد انتظار، بل يجب البحث عنه وبذل الجهد. عندما عاد إلى المنزل خطرت له فكرة جديدة. نشر مواصفاته على الإنترنت، وسرعان ما تلقى ردا من فتاة، واتفقا على اللقاء. عندما رأى الفتاة تتقدم نحوه عرف أن الحب قد جاء، لأن الفتاة كانت تملك المواصفات التي كان يبحث عنها بشدة. نبحث عن الحب ونفتش، لكن لا داعي للعجلة، سيظهر في الوقت المناسب.